تعال اقول لك ليه المحلات اللي بتبيع نفس الحاجه بتبيعها بنفس السعر. تخيل ان احنا عندنا سيد وسيده، كل واحد فيهم قرر يفتح محل قهوه والمحلين جنب بعض. سيد وسيده كان كل واحد فيهم بيجي له يوميا 200 شخص بيشربوا قهوه، وكوبايه القهوه كانت ب 10 جنيه وتكلفه عمايلها 5 جنيه، وده معناه ان كل واحد فيهم بيبيع يوميا ب 2000 جنيه، يدفع 1000 في الخامات ويكسب 1000 جنيه. سيد بقى قرر يلعب الدنيئه وخلى ثمن القهوه 9 بدل 10، وده معناه انه بقى بيكسب 4 جنيه بس في الكوبايه، وبالتالي علشان يكسب نفس ال 1000 جنيه اللي كان بيكسبها قبل كده محتاج يجي له 250 بني ادم، وده معناه ان سيدة بقى بيجي لها 150 بدل ما كان بيجي لها 200، وبالتالي هتكسب 750 بدل 1000. فاكيد سيدة مش هتسكت على الهبل اللي بيحصل ده، فتقرر تنزل بالسعر هي كمان عشان تحافظ على زباينها، فتاخد زباين من سيد وهو كمان يبدا ينزل السعر اكتر عشان ياخد منها زباين هو كمان، وهيفضلوا هما الاثنين ينزلوا بالسعر لحد ما يفهموا ان ما ينفعش ننزل اكتر من 5 جنيه لان كده هنبقى بنخسر، وبالتالي ما قدامهمش حل غير ان هما يقعدوا مع بعض يتفقوا على سعر يبيعوا بيه هما الاثنين.